احنا دلوقتي مع الحاج سيد من اهالي واصول بورسعيديه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا النهارده كنا عندكم في بورسعيد، جايين نشوف اخبار المقاطعه ايه، بس انا في اراء كتير عكس اللي احنا بنسمع عنه. وضح لنا لو سمحت كده. المقاطعه وهميه. الاسعار هي والاسعار غاليه زي ما هي. وعلى فكره العيب مش من البياع او اللي هو منه للزبون، ده المظلوم، ده اصلا بياخدها غاليه، ما بياخدهاش يعني رخيصه. فالمقاطعه لغايه دلوقتي مقاطعه وهميه، بس في التلفزيون بيقعدوا يقولوا الاسعار ابو 200 بقى 150 و 120 والكلام ده كله ما فيش. الاسعار هي. وبالنسبه للسمك بتاع البحر الاسعار برضه هي، لان في مشاكل في اسعار الجاز غاليه، اسعار الزواده غاليه، الايراد نفسه اللي في البحر قليل، فبيطلع السمك غالي عشان هو قليل، مش عشان عرض وطلب يعني، مش عشان جشع صياد او جشع بياع، لا، هي ظروف حياه. ما فيش قدامه الا كده، لان هو اصلا دافع كتير عشان المراكب الصيادين اللي يسرحهم، هو دافع كتير، هو عاوز يلم فلوسه. بالنسبه لسمك المزارع، سمك المزارع ده بيتصدر لبعض الدول العربيه. ف بالدولار. طبعا احنا في الاول كان فكره سمك المزارع ده ان احنا نكفي المصريين الاول، نرخص السمك، لان كان دي فتره فعلا كان غالي، مظبوط، ما كانش موجود، هو حاليا غالي وكان قليل. فلما جينا عملنا المزارع دي، كانت فكره المزارع علشان تخلي نسبه يعني غلو السمك يبقى حنين شويه او قليل شويه، طالما في تصدير. بس طبعا برضو نفس المشكله اللي بنواجهها في كل الاسعار، زي ما السمك، البصل، الثوم، البطاطس، الرز، اي حاجه بتصدر بره، يبقى هي الاساس اللي ليها التصدير. يبقى بدل ما احنا بنقول بنقاطع، لا، هو مفيش مقاطعه فعليه، هو المقاطعه مش فعليه، هي مجرد اعلانات وشو اعلاني، فضائيات، عشان نقول ايه، الناس اهو السعر اهوت، برنامج عاوز يشتغل مشاهدات. لكن هو ما فيش. لما ينزلوا على ارض الواقع ويقابلوا زي حضرتك كده، بنقول ايه، لا، بنلاقي ان مفيش مقاطعه، مفيش، بنلاقي في احتكار في الاسواق، بنلاقي في غلو واغلاء اسعار، في غلو. والسبب الرئيسي ان احنا بنصدر حتى لو احنا المصريين محتاجين. تمام، صح كده؟ تمام. يعني احنا بنناشد المسؤولين، ايوه، بنناشد كل واحد او كل رئيس قاعد على كرسي وبيقول في مقاطعه وفي اسعار بتنخفض، لا، الاسعار مش بتنخفض. هي الاسعار بالظبط، هي الاسعار مش بتنخفض اساسي او حاجه انت بتلمسها، لا. احنا دلوقتي برضو عايزين نحط ايدينا على السبب الرئيسي في غلو الاسعار. وغلو الاسعار مش عندكم بس في كسمك، غلو الاسعار في كل حاجه. اللي احنا بنلمسه ان احنا مجرد غلاء الاسعار ده على الشاشات المصريه وعلى الاعلاميين اللي مش حاسين، تمام، ماشي. اما ينزلوا على ارض الواقع ويسمعوا من حضرتك او من غيرك او من كده، لا، مفيش الكلام ده. لا مفيش. طب توجه رساله؟ نوجه رساله للمسؤولين ان هم عارفين السبب فين او سبب الغلو فين، يعالجوه، مش ما يجيبوهاش في بياع وواحد ارزاق على الله ان هم يقولوا ان هو اللي بيغلي الاسعار. لا، ده في اسباب كتيره جدا، الناس كلها تعلمها. فهم عشان يعالجوا الموضوع ده، هم اللي يعالجوا الامور اللي وصلت الاسعار تبقى كده. في مقوله دايما مشهوره بتتقال، اللي بيغلى ما تشتروش. احنا كل حاجه عندنا دلوقتي يبقى مش هشتري حاجه بقى، كل حاجه بقى يبقى مش هاكل، يبقى مش هناكل. يبقى المقوله ديت ما ينفعش ان احنا نقولها، لانها دلوقتي كل واحد بقى يتكل عليها ويقول لك اللي يغلى ما تاكلوش. لا، ما ينفعش. ما تاكلش بيض، ما تاكلش سمك، ما تاكلش رز، ما تاكلش مكرونه، ما تاكلش زيت، ما تاكلش سكر، ما تاكلش سمك، ما تاكلش لحمه. طب هناكل ايه؟ لا، صحيح. شكرا ليك. تحت امرك.